عدنا إليكم بسر من أسرار الطبيعة. هذه نبتة العصمة أو السلق، حنا تنقولوا لها في المغرب السلق. هذه إنبات للشعر، قوة الناس اللي عندهم نقص الحديد، مزيانة للبشرة، مزيانة للشعر، مزيانة للجهاز الهضمي، شلاضة. عندها بزاف ديال الأسرار، بزاف ديال الفوائد، بزاف ديال المنافع. هذه الناس اللي في الصين تيدقوها، تيزيدوا عليها زيت الجرجير وتيعملوها في أنبوبات وتيستعملوها. البلاصة اللي تستعملات فيها تينبت الشعر، وانتم شفتوا الإشارات والإعلانات ديالها. ولكن المداومة ماشي ديرها مرة جوج ثلاثة، لا، مداومة. المدة ديال النتيجة ديالها بعد شهر، بعد شهر تتبان النتيجة، التساقط ما تيبقاش. غنية بمعادن طبيعية، غنية بفيتامينات تيحتاجها الجسم لإنتاج الشعر، باش البصيلة تتغذى. مزيانة للدورة الدموية، مزيانة في الشلايض. غير النصيحة اللي غنعطيكم، الله يجازيكم بخير، ما تطيبوهاش، تتقرد، تتغسل مزيان، تتشلل بشوية ديال الخل ديال التفاح ولا الخل العادي، وتتعمل مع البيض مسلوق، البصلة، شوية الثومة، شوية البطيشة. المهم الشلايض، الناس راه تيتفننوا في الشلايض. شلاضة بالنسبة للشعر راه تطحن بإضافة شوية ديال الماء، تطحن وتنستخلصو غير ديك العصارة ديالها، تنزيدو ليها الزيت ديال الجرجير، بذور الجرجير، زيت بذور الجرجير، تيكون معصور على البارد، وتيعطينا لوسيون تنبقاو نستعملوه على فروة الرأس مع المساج. المساج ماشي هو الضفار ولا بعنف، المساج هو تنحركو الجلدة ديال الراس، تنحسو بالعظم، تنورقو شوية، تنحسو بالعظم وتنحرك